الاكله دي للناس الاكيله وبس، بتوع بابي ومامي واليع وكده ما يتفرجوش على الفيديو ده. الفيديو ده فيه صينيه كوارع محترمه في الفرن، طاجن عكاوي ابن ناس، وعصبان او ممبار زي ما احنا ما بنقول في مصر. الحاجه هنبدا بيها العكاوي. طبعا انا غسلتها ونشفتها، حطيتها في مصفى كده. هنحط اي ماده دهنيه في حله، وهننزل بيها بقى نديها تحميرة كده وتشويحة حلوة. هنكون محضرين التوابل بتاعتنا. توابلنا ايه؟ بلحية كاملة، جوز الطيب، فلفل اسمر، بهارات لحمة، وحبهان بودر عفوا، ورق لوري. دي التوابل بتاعتنا. وهنكون طبعا محضرين بقى شوية بصل كده مقطعينه جوانح، مع طماطميتين صغيرين مقطعينهم مكعبات، وقرن فلفل حار ده اختياري. بس الحاجات دي ما بتتاكلش غير سبايسي كده وحراقه شويه. هنحمرها بقى ونديها تشويحه حلوه. طبعا احنا حاطين ميه سخنه في الكتل عشان لازم ننزل عليها بميه سخنه. هنا نزلنا بالبصل وبالتوابل بتاعتنا، وهننزل كمان بالطماطم والفلفل. ونسيت اقول لكم كمان كام فص توم كده مقطعين شرايح، بيدوها ريحة وطعم حلو قوي. هنقلب الكلام ده كويس جدا. وبعد كده هننزل بالمية السخنة بتاعتنا، تاخد بس حوالي يعني ايه 3/4 سوا على البوتاجاز. يعني بنسيبها حوالي تلت ساعة او نص ساعة، لحد ما نحس ان المية بتاعتنا بدأت تهدى، يعني تمتصها شوية كده. وهنحطها في الطاجن بتاعنا. بعد كده هنا نزلت بالطماطم والفلفل اللي انا حطاه. لو مش حابه الفلفل سبايسي، حطي فلفل اخضر عادي او فلفل الوان ايا كان، هو بيدي طعم حلو. وفي التغميسه كده بيبقى حلو قوي مع البصل. بس كده هنسيب بقى الحاجات الحلوه دي تغلي شويه كده، ونسويها 3/4 سوا مع نفسها. وهنكون مشغلين الفرن في الوقت ده ربع ساعة، علشان يكون سخن جدا على اعلى درجة حرارة. بصوا بقى بدأت معايا تعمل صوص كده حلو تقيل، والمية تتشرب. هنفضيها بقى في الطاجن بتاعنا، وهتخش الفرن حوالي ساعة. بنسيبها ساعة في الفرن، بتاخد بقى اللون الحلو كده. وبتبقى الصوص بتاعها تقل بقى، والبصل كده بقى ايه، بقى جوسي كده. وحاجة مش قادرة اقول لكم، الطاجن ده بينزل في القلب صدقوني يا جماعة، مش بينزل في المعدة. لو شفتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والكومنت ودعوة حلوة من القلب. رجعنا لوصفاتنا الجميلة الحلوة دي. هنا بقى هندخله الفرن وننساه شوية. وتعالى اقول لكم هنعمل ايه. هنخش بقى على الكوارع بقلب جامد. عملنا البوكيه جرنيه، حطينا طماطم، جزر، كام فص توم. ايه تاني، احنا منضفينها حلوة قوي ودعكنها بدقيق. هعملها في حالة الضغط عشان ما تاخدش معايا وقت. هنا حطيت المية تغلي، وبعد كده هنزل بيها. وهننزل بالبوكيه جرنيه زي ما قلنا، بصل، طماطم، جزر، كام فص توم، بيدوا الشوربه بتاعت الكوارع طعم تحفه يا جماعه. احنا طبعا هناخد الشوربه، احنا هنعملها في صينيه، بس الشوربه دي هنحتاج منها في الصينيه. وطبعا بنشربها، دي حاجه يعني ترياق زي ما بيقولوا. هننزل بقى بورق لوري وحبهان وفلفل اسمر، وكم فص كده مستكه. انا بحب احط لها معلقه صلصه صغيره، مش حابه مفيش اي مشكله، بس بتدي الشوربه لون حلو قوي. بعد كده هنسيبها في حاله الضغط. انا بتقعد معايا في حاله الضغط حوالي ساعه الا ربع. نيجي بقى على الخلطه بتاعت الممبار دي، انا بعملها ني في ني، وانا صورتها معاكم قبل كده. بس من اكتر الحاجات اللي بحطها لها لازم حزمه نعناع كامله، وما تستغربوش. وحوالي ربع كيلو فلفل بضربه في الكب او تخرطيه رفيع، وده لي دعوه حلوه من القلب. هنا بقى طلعنا الطاجن العكاوي القمر اللي بينزل في القلب زي ما بقول لكم. بصوا هو كده يعني شكلا وريحة وطعم وكل حاجة في المجمل. انا مش قادرة اقول لكم على جمالها. هنعمل ايه تاني بقى؟ تعالوا هنعمل الصوص بتاع الكوارع. هنحط اي مادة دهنية، وهننزل بقى بكمية توم محترمة جدا. انا مش هعمل في الطاجن بتاع الكوارع اي بصل، لكن بنعمل يعني ايه حوالي نص راس توم كده محترمة. هنشوحها تشويحة حلوة، وكون ضاربين كمية قوطة كويسة جدا في الخلاط، ضربة خشنة مش ناعمة، علشان بيبقى يعني هي بتبقى تغميسة كده حلوة قوي. هنشوح بقى التومة حلوة قوي لحد ما يبقى لونها جولد كده. وهننزل بالطماطم بتاعتنا، وهنسيبها بقى تتسبك.
مش بيتحط لها اكتر من شويه فلفل اسمر ومكعبين مرقه او مرقه فوريه لو عندك مفيش اي مشكله. وبنزود بقى من الشوربه بتاعه الكوارع اللي احنا عاملينها. هنا بقول لكم ده الفلفل الاسمر اللي انا بحطه، وهحط المرقه اللي بقول لكم عليها. وهننزل بقى بايه، او حطيت معلش شويه كزبره خشنه برضو، دي اختياري بس بتدي ريحه حلوه قوي. هننزل بقى بالشوربه بتاعت الكوارع، هناخد ايه السمنه والحاجات اللي طلعت على وشها كده ونحطها هنا بقى اتسبكت معايا. وهنجيب بقى الصينيه بتاعتنا وهننزل بيها بالكوارع. حابه تخليها مفيش اي مشكله لان انا بسويها سوا كامل. مش حابه تخليها حطيها سليمه زي ما انا ما بعملها سليمه، ما فيهاش اي مشكله. كده بتتاكل وكده بتتاكل. هنجيب بقى الطاجن بتاعنا ونرص فيه الكوارع بتاعتنا الأمورة دي. وبصوا بقى الحلاوة، شايفين الجمال ده؟ هناخد بقى الدهون اللي طلعت على الوش دي كلها. احنا طبعا مزودين شوربة في الصلصة، بس هناخد كل المادة الدهنية اللي على وش الصلصة دي كده، على وش الشوربة، وهننزل بيها في الصلصة بقى. طبعا ده غذا يا جماعة، ده غذا مش قادرة اقول لكم. هنحط بقى الصوص بتاعنا كله على الكوارع. وطبعا الفرن زي ما قلنا سخن. هندخلها بقى هي مستوية كده، الصلصة متسبكة والكوارع مستوية، بس هنديها تسبيكة تانية وتشويحة بقى وتتقل. هنا بقى كنت عملت الاكل القمر ده، وخللنا طبعا الاكلة دي لازم ما يفوتهاش شوية طماطم مخللة كده لازم معاها، وحبة مخلل. والخير كله موجود في بيوتنا يا رب. وبس كده، بحبكم في الله.